اديني سبب واحد يخليكي تشتريه من بره واحنا بشوية مية ودقيق بس هنعمل وصفة تجنن. سعرها بجد يعني بره غالي جدا، فاحنا هنعملها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات اقتصادية وان شاء الله تعجبك. وبص شكلها عامل ازاي. النهاردة هنعمل الفطير رول اللي بيتباع بأرقام كبيرة جدا. هنعمله في البيت بأسهل طريقة. بنص كيلو دقيق عملنا 6 فطاير. اعملوا بقى لايك وشير كتير للفيديو ده، ويلا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله. اول حاجه معايا نص كيلو من الدقيق، اديتها رشه من الملح وكمان معلقه صغيره من السكر وكوبايه من الميه من الحنفيه عادي، وخليت نص كوبايه جنبي. تمام. هعجنه على ايدي ولا عجان ولا اي حاجه، انا هوريكم قد ايه هو سهل وبسيط. شويه بشويه كده لحد ما نلم العجينه. وانا استخدمت هنا دقيق جميع الاغراض. هنلم العجينه وتبقى طريه وناعمه معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. على طول بقى بجيب طبق كده بدهنه بالزيت كويس جدا، وبقطع النص كيلو دقيق ده ل6 كور زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وكلهم لازم اغطي وشهم في الزيت كده. وبعد كده احطها على الزيت. تمام. عشان ما ينشفش منك. بعد كده بغطيهم كده باكياس نظيفة واسيبه يستريح بس ربع ساعة او نص ساعة على حسب وقتك. وبعد كده بسيح شوية سمنة او زبدة او زيت لو انت حابة براحتك خالص. وباخد كل كورة زي ما انتم شايفين بالشكل ده بفردها على الرخامة. العجينة بتاعتي سلسة زي ما انتم شايفين، عجناها كويس جدا واستريحت معايا كويس جدا. وبدأت بقى ايه افردها لحد ما خلاص الرخامة بتاعتي بانت من تحت زي ما انتم شايفين كده. تنيت جزء منها عشان احط عليه الحشوة. الحشوة بتاعتي عبارة عن ايه؟ عبارة عن صدق وكمان بسطرمة. اي حشوة انت بتحبيها ضيفيها. تمام. دي حاجة ترجع لك انت وترجع للمكونات اللي موجودة عندك. انا بحب البسطرمة على الصدق بتدي طعم حلو. قشرت شوية من الفلفل الرومي والحامي، شوية من الطماطم، حاجة بسيطة كده. وعندي ميكس جبن، جبنة تركي وجبنة شيدر وجبنة كمان موتزاريلا. تمام كده. وبدأت أتني بالشكل ده زي ما انتم شايفين الأطراف، وبرده دهنة كده من السمنة. وحلف الفطيرة بتاعتي رول زي ما انتم شايفين بالشكل ده. شايفين السهولة؟ في أسهل من كده؟ والله سهلة جدا جدا ومش هتاخد معاكي وقت خالص. لفيتها بقى بالشكل ده وبخلص الكمية اللي عندي 6 فطاير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بجيب طاسة بسخنها كويس جدا على النار، والنار تكون متوسطة، وانزل بالفطاير بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. تاخد لون من تحت بروح قلبها تاخد لون كمان من الناحية التانية. شايفين؟ بس كده ابتدي اضغط عليها بس عشان ايه اظبطها كده. وادي الشكل زي ما انتوا شايفين بجد تحفة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ده شكلهم بعد ما استووا بجد حلو جدا مش هياخد منك وقت. ازاي بقى بنشتريه من بره بالتمن ده؟ عملنا بتمن واحدة بس 6 فطاير زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بجد طعمه حلو جدا هيعجب ولادك جدا. جربوه سهل وبسيط وسريع. والمقادير زي ما شفتوا معايا، اي حاجة موجودة عندك تقدري تحشي بيها الفطير بتاعنا ده. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، وبألف هنا وشفا وبس كده.